السلام عليكم. قبل بداية الفيديو، إذا كنتم من عشاق كرة القدم ومتتبعي أخبار كرة القدم، ندعوكم للاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. والآن هيا بنا للتفاصيل. كشف تقرير صحفي عن حقيقة عدم تصويت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في اختيارات جوائز ذا بيست التي شهدت تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب. وذكرت صحيفة داسين البريطانية أن رونالدو لم يصوت في اختيارات جائزة الأفضل رغم عدم وجود أي إعلان بشأن تجريده من شارة قيادة المنتخب البرتغالي. وأضافت: المدافع بيبي هو من صوت كقائد للمنتخب البرتغالي، واختار كيليان بابي في المركز الأول، ووضع لوكا مودريتش وكريم بنزيما في المركزين الثاني والثالث على الترتيب. يذكر أن رونالدو ودع منافسات كأس العالم الأخيرة في قطر من محطة ربع النهائي، الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بالمدرب فرناردو سانتوس وتعيين روبرتو مارتينيز بدلا منه. وسبق أن لمح مارتينيز إلى تواجد رونالدو في خططه المستقبلية وفقة المنتخب البرتغالي. يشار إلى أن ميسي فاز بجائزة الفيفا ذا بيست للمرة الثانية في تاريخه ليعادل رقم الثنائي رونالدو روبرت ليفاندوفسكي.